ليكي فيديوهات اثناء جلسات المساج من الكاميرات اللي بتبقى موجوده. العميل لما تعملي معاه كده ويكون مبسوط هو بيديكي فلوس غير مرتبك اللي انت بتاخديه. عرفت ان المكان ده مش مجرد بس مكان للمساج، ده تقريبا كده بيت ضاع. بصي انا جايه احكي لحضرتك مشكلتي النهارده، مشكلتي كبيره جدا وصعبه جدا، فبالله عليكي قولي لي فعلا اعمل ايه، اتصرف ازاي. انا واحده طول عمري نفسي احسن من مستوايا المادي، او نفسي اعوض اهلي عن التعب والشقه اللي شقوه عليا. اول حاجه كده انا بنت وليا بنتين تانيين اصغر مني، اكبر فيهم واحده انا. بصراحه كده بابا كان موظف بسيط وصغير جدا في الحكومه، لحد طبعا ما خلاص بابايا طلع على المعاش وما بقاش قادر ان هو يقوم بكل المصاريف. كنت انا خلاص خلصت دراستي واتخرجت، وكان دايما بحس ان واجبي على اهلي دول انه انا يعني اقل رد جميل ليهم ان انا بقى خلاص ابتدي اشتغل وابتدي اعوض ابويا عن كل التعب وكل المصاريف اللي صرفها عليا. فكنت دايما بدور على شغل من خلال دراستي او الشهاده اللي معايا، بس للاسف ما كنتش ابدا بنجح في الموضوع ده ولا بلاقي حاجه ابدا خاصه بتخصصي او بالدراسه اللي انا درستها. بدات ان انا بصراحه ادخل شويه في حكومه اكتئاب، وابتدي اقول يعني امال الواحد اتعلم ليه وخد شهاده ليه علشان في الاخر اقعد كده مش لاقيه شغل ولا لاقيه وظيفه. لحد طبعا ما بتكلم مع واحده صاحبتي قالت لي على فكره في اعلانات حلوه جدا بتنزل على النت الشغل وكده، انت مش لازم تشتغلي بشهادتك. قلت لها يا ستي والله ما لازم، المهم الاقي اي وظيفه اخد منها مرتب كده شهري واعرف امشي الدنيا. من هنا طبعا بدات ان انا اعمل زي صاحبتي ما قالت لي، واهتم جدا جدا باعلانات الشغل، وبدات ان انا اتابع. وكمان قلت لصاحبتي طب لو جه قدامك اي شغل بمرتب كويس ابعتي قولي لي. لحد ما جيت في يوم كده بقلب على الفيس لقيت فعلا اعلان نازل على ان هم طالبين حد مش شرط ابدا يكون دارس او يكون شغال قبل كده او عنده خبره في شغل المساج. لقيتهم طالبين ناس تنزل تشتغل ولكن عادي بدون خبره، يعني تعالي واحنا نبتدي نعلمك ونعرفك الشغل والطريقه. من هنا قلت ماشي ده كويس جدا، اروح واشوف ايه الدنيا. رحت فعلا وعملت الانترفيو وبدات ان انا اقعد واتكلم مع صاحب المكان، وهو فعلا يعني خلاص قال لي اوكي انت زي الفل وهتستلمي شغلك. وكمان المرتب كان يا جماعه مغري، كان كبير جدا، رغم ان انا كنت رايحه مقلقه شويه من موضوع المساج ده، ولكن المكان ده مكان كبير جدا ومكان معروف وله اسم، ولكنه فرعين جنب بعض، اللي يفصل بينهم وبين بعض هو مجرد باب، فرع رجالي وفرع حريمي، مساج بقى وساونا وتدليك وحاجات كده. المهم انه انا خيرني، قال لي حابه تشتغلي في القسم الرجالي ولا في القسم الحريمي؟ قلت له لا انا هشتغل في القسم الحريمي. قال لي طيب تمام زي الفل، من بكره تنزلي وتستلمي شغلك. وطبعا مش قادره اقول لكم المرتب كان واو، كان مرتب كبير جدا. فرحت كنت طايره وبقيت ملتزمه بشغلي جدا وبديله معظم وقتي، عمري ما خدت اجازه او استاذنت او الكلام ده، بقيت كل يوم اروح في ميعادي فعلا. المكان يعني كبير وضخم وكل العملاء اللي بتيجي فيه كلها شخصيات ليها اسمها، شخصيات معروفه، شخصيات يعني طبقه عاليه جدا وناس مرموقه جدا. المهم بدات فعلا في البدايه كده ان انا حوالي اسبوع او 10 ايام بتعلم من البنات اللي قبلي، والبنات طبعا الممارسين للموضوع بداوا ان هم يوروني ويعلموني الكلام ده. بعد كده بقيت انا بشتغل اوريدي عادي جدا لوحدي. كنت بشوف حاجات اوقات كده مخله شويه، ولكن كنت بقول لا انا ماليش دعوه، انا بعمل شغلي ومحدش بيجي جنبي، فانا ماليش دعوه، انا بعمل شغلي واخد مرتبي اخر الشهر وباي باي مع السلامه. ما كنتش ابدا بصراحه بعمل حاجه وحشه، لكن كنت بشوف مواقف مش كويسه ومواقف مخله في المكان. بس زي ما قلت لكم كنت بقول انا ماليش فيه. زي مثلا يعني كان اوقات بيجي عندنا جستات او عملاء ستات اي نعم، ولكنهم كانوا ليهم تصرفات وحشه، او بمعنى اصح هكون صريحه معاكي، كانوا يعني وارد جدا يحصل بين واحده وواحده ثانيه صاحبتها جايين مع بعض حاجات مش لطيفه كده بينهم وبين بعض، المهم انا كنت بعمل نفسي مش واخده بالي وماليش دعوه، حتى لو حد كان بيتقرب مني كنت بقفل الموضوع ده تماما. ده كده في القسم الحريمي اللي انا شغاله فيه. لحد ما جه في يوم كده وصاحب المكان قال لنا بكره يا جماعه تيجوا بدري شويه عندنا ميتنج مهم. المهم رحت فعلا وحضرت الميتنج مع المدير، وبدا ان هو يقعد ويتكلم وقال يلا بقى نتكلم ونشوف ايه التعديلات وايه الحاجات اللي ممكن نضيفها جديده للمكان. اي حد عنده فكره يبتدي يتكلم، اي حد عنده مشكله يبتدي يقول، اي حد حابب يتنقل من المكان الرجالي يروح القسم الحريمي او العكس انا ما عنديش مشكله، اللي عنده اعتراض على اي حاجه يقول. بدا في بنات معايا يقولوا لا احنا عايزين ننتقل للقسم الرجالي، وبدا طبعا يتكلم معاهم في المرتبات. كل الكلام ده طبعا كان في الميتنج قدامي، ان هو بيدي للبنات اللي بتشتغل في القسم الرجالي ضعف المرتب اللي انا باخده في القسم الحريمي. من هنا خلاص الميتنج خلص وكده، ولقيت المدير بتاعي
بيسالني وبيقول لي وانت اخبار الشغل بقى معاكي ايه؟ كنت وقتها بقالي حوالي 3 شهور شغاله في المكان، لقيته بيقول لي طبعا السؤال ده، قلت له لا انا الحمد لله الدنيا ماشيه. قال لي مش حابه تنتقلي للرجالي؟ قلت له لا انا حلو قوي هنا زي ما انا كده كويسه وزي الفل. قال لي طيب بس خدي بالك احنا سمعتي المرتبات؟ قلت له اه. قال لي طب ما تجربي، على فكره الشغل هناك مريح جدا كمان غير الشغل في القسم الحريمي، جربي وشوفي. لقيت نفسي بدون تفكير بقول له لا اصلك انا يعني خايفه برضه يعني ما اعرفش اتعامل معاهم لانهم رجاله وكده. لقيته بيقول لي بصي انت لو موافقه وعايزه تروحي هناك سيبك من المرتب اللي انا قلته للبنتين اللي راحوا، انا هديكي فوق المرتب اللي انت سمعتيه 5000 جنيه بدون تفكير. قلت له انا موافقه. قال لي يعني خلاص هتتنقلي تروحي القسم الرجالي؟ قلت له زي الفل ما عنديش مشكله. قال لي طب خدي بالك ان اللي بيتنقل من القسم الحريمي يروح للقسم الرجالي بيثبت هناك ما عنديش حركه تنقلات من الرجالي للحريمي تاني، انا عندي حركه تنقلات بس من الحريمي للرجالي، انما العكس هقول لك باي باي مع السلامه ومالكيش شغل عندي، فلازم تكوني اخده القرار ده عن اقتناع. قلت له لا انا موافقه. وبالفعل رحت واستلمت شغلي في القسم الرجالي، ومن هنا كانت الكارثه والمصيبه والصعقه بالنسبه لي. لقيت بقى بلاوي سودا بتحصل، ولقيت حاجات المفروض بتطلب مني اثناء ما انا بعمل جلسات المساج دي وش كده وعادي وبدون خجل، ده شغلك برضه المفروض تقومي بيه وتعمليه. بقيت مش قادره وبقيت برفض. لقيت صاحبتي او البنات اللي شغالين معايا في نفس القسم الرجالي بيقولوا لي يا عبيطه ده انت غير مرتبك هتاخدي من العميل فلوس حلوه جدا، انت مش شايفه حياتنا ودنيتنا عامله ايه؟ واحده فيهم قالت لي ده انا جبت وبعمل واشتريت شقه وبجهز. ازاي ده يا جماعه؟ قالوا لي اه والله زي ما بنقول لك العميل لما تعملي معاه كده ويكون مبسوط هو بيديكي فلوس غير مرتبك اللي انت بتاخديه، فانت كل ما تبقي مجتهده معاه اكتر وتعملي المساج زي ما هو طالبه وعاوزه انت كده بيرفكت، انت كده هتعدي. قلت لهم انا ما اقدرش اعمل كده. قالوا لي يعني هتخسري ايه؟ مش هتخسري حاجه، ده مجرد تدريب ومجرد مساج عادي جدا، احنا مش بنعمل حاجه. المهم لقيت نفسي بصراحه بدات اجرب زي ما البنات دول قالوا لي. قعدت حوالي 2 3 وانا بعمل اللي بيتطلب مني كده بالظبط، لحد الموضوع ما اتمادى وبقى في عملاء بيدوني عناوين وبيدوني مواعيد ولازم تيجي، انا عايزه اعمل جلسه مساج بس مش هنا في البيت عندي. هنا بقى قلت لا ورفضت ورحت اتكلمت مع المدير بتاع المكان وقلت له هو بيحصل 1 2 3 وحضرتك اكيد عارف ده. بص لي وضحك قال لي يا بنتي انت عبيطه ولا هبله؟ هو انا بديكي المرتب الكبير ده كله ليه بتاخدي الفلوس دي كلها وكمان بتاخدي فلوس من العملاء وانا عارف ده وفاهم ده وبسيبكم بكده بمزاجي وده رزقكم ومش برضه اتكلم؟ انت هبله؟ عادي جدا. ايه المشكله؟ اوعي تزعلي اي عميل من عندنا واللي يطلبه لازم يلاقيه موجود، هم بيجوا لنا مخصوص عشان كده. من هنا ادركت وفقت وعرفت ان المكان ده مش مجرد بس مكان للمساج او التدليك والساونا والكلام ده، لا ده تقريبا كده بيت دعاره. بدات اقول له لا انا مش هعمل كده، انا كنت ماشي بسير الدنيا في المكان وكده، انما يوصل ان انا اطلع طلبات او اوردرات بره الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل معايا، انا مش هعمل كده ابدا. لقيته بيقول لي خلاص مع السلامه، صفي حسابك ومع الف سلامه، بس خدي بالك ان انا مش هسيبك ابدا كده، ليكي فيديوهات اثناء جلسات المساج من الكاميرات اللي بتبقى موجوده واحنا عارفين كل حاجه ومصورين كل حاجه. خدي بالك بقى ان الفيديوهات دي احنا لينا موقع خاص بينا وناس كتير جدا بيحبوا يخشوا يتفرجوا، فحضرتك هتكوني واحده من البنات اللي بتنزل على الموقع ده، لان احنا البنات اللي شغاله وماشيه وشايفه شغلها واكله عيش ما بننزل لهاش حاجه، انما البنات اللي بتعمل زي كده بنفضحها. المهم بقيت اقول له ازاي ومش ازاي وانا مش هسمح بكده، وبصراحه صوتي عالي وبدات اخرب الدنيا، بس في نفس الوقت خفت. انا ما زلت موجوده في المكان وما زلت بروح طبعا وانا مضطره، بس انا دلوقتي فعلا مش عارفه اعمل ايه ولا ايه القرار اللي المفروض اخده واتعامل ازاي مع ناس زي دي. فبالله عليكي تقولي الراي الصح واخرج من الحفره اللي انا حطيت نفسي فيها دي ازاي؟ رايي في مشكله حضرتك ونصيحتي ليكي. شوفي بقى، يعني احنا من البدايه اغرتنا الفلوس، طب انا هديكي 5000 زياده بس روحي القسم الرجالي، كل ده كان المفروض يشككك، كل ده كان المفروض تقولي باي باي، كان المفروض تقولي لا ومش هكمل في المكان من اول ما كنت شغاله في القسم الحريمي وكان بيحصل تجاوزات بين الستات وبين بعضهم، فانا ابعد عن الحاجه اللي مش كويسه. اول حاجه المشبوهه عموما ابعدي عن كل ده، ودي كانت مشكله النهارده وده رايي في مشكله حضرتك. من فضلكم لو حد حابب يقول لها اي نصيحه يفضل مشكوره يكتب لها في التعليقات، وارجوكم ما تنسوش لو اي حد عنده اي مشكله ما ترددش ابدا انك تبعتها لنا، مشكلتك هنقولها ونعرضها في سريه تمام بدون ذكر اسم او اي تلميحات. كانت معكم امنه الزهري.